السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. بحبكم جدا وربنا يديمكم في حياتي يا رب. بحب تعليقاتكم الجميله. مش عارفه اقول ايه، بتحرجوني بجد. ربنا يخليكم ليا يا رب. وانا بكبر والقناه بتكبر بيكم انتوا. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم. لايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الحلوه ما تحرمش منها ابدا. النهارده كان يوم يعني مش زي ما احنا متعودين. النهارده الجمعه، بس مش زي ما احنا متعودين. عدى علينا كده. عبد الله كان عنده درس الصبح بدري استثناء كده الساعه 10، فما عرفناش نتلم مع بعض كده. هي جمعه مباركه علينا كلنا يا رب. بس احلى حاجه في يوم الجمعه ان احنا بنتجمع الصبح والظهر يعني فطار وغدا وعشاء، بنبقى متجمعين مع بعضينا. فحسيت ان احنا اتفركشنا كده. يعني فطرت عبد الله الصبح قبل ما ينزل لوحده. وبعدين ريتاش كان عندها كشافه برضو، فطرت لوحدها. كل واحد تحس ايه فطر مع نفسه كده، في فريق مع نفسه. بس يلا بقى هنعمل ايه، نعوضها في يوم تاني باذن الله. بس احلى ما في اليوم ان انا معاكم انتوا حبايب قلبي. ربنا بيعوضني بيكم والله. انا بحب الجو الاسري، بحب لمتنا، بحب قعدتنا مع بعضينا دايما. بحاول بقدر الامكان ان احنا نتلم مع بعض على طول يعني. وربنا يخلي الناس كلها لبعضيها يا رب، ما يحرمش ام من ولادها ولا اولاد من امهاتهم، ونتجمعوا كلنا يا رب مع بعضينا في ايام كلها خير وبركه. النهارده يوم بقى مش عادي. انا بردانه معلش اعذروني. البرد عامل صوتي شويه، بس معلش انا اسفه. يومين كده بقى عبال ما صوتي يتصلح. هعمل ايه، مش قادره ابعد عنكم، عشان كده طلعت لكم فيديو النهارده بقى. دلوقتي انا بصور الساعه 4 تقريبا. تمام. قمت طبعا بقى بعد ما هما كل واحد نزل وشاف المهام بتاعته. دخلت انا بقى على البيت وضبته، روقت كده الاوض بتاعت الولاد. وروقت بقيه الشقه ولمعت العفش كله. والبيت بقى نضيف كده زي الفل، وعملت شويه بخور كده ساعه الاذان. والجو بقى يعني الجو حلو كده هادي. الجو الهادي كده بقى انا اسكت؟ لا ما اسكتش، لسه الجو هادي. بس ده انا عندي برد، في حاجه هتفوتني. اكلة الفسيخ اسيبها؟ انا عايزه البرد يروح مني. كله قال لي كلي الفسيخ، يمكن عشان الليمون هو اللي بيضيع البرد تقريبا. كتير قوي قالوا لي كلي الفسيخ البرد هيروح. طب خلاص، هناكل الفسيخ النهارده معاكم. تمام. يلا بينا نجهز الدنيا. هنعمل ان شاء الله فسيخ ورنجه وبطاطس محمره. بطاطس كنت جايباها معاكم من كارفور، عملت منها قبل كده يعني جميله بصراحه. وانا مجرباها على طول فارم فريتس، جميله بصراحه يعني. بتسعفني. انا بخليها عندي ستوك في الفريزر طول ما البطاطس غاليه. ما عنديش وقت فبطلع واعمل منها. لكن لو انا فاضيه عندي وقت ببقى سايباها في الفريزر موجوده لاي وقت تاني. وبستعمل بقى البطاطس اللي عندي، خدها اقشرها واستعملها. لكن النهارده بقى بما اني تعبانه ومفيش اكل هيتعمل، هو بس ان انا اوضب الفسيخ والرنجه. وانضف طبعا البصل الاخضر، دي اهم حاجه مع الفسيخ. وحمر شويه بطاطس. وعيش بقى، عيش اديها عيش يعني. هيبقى يوم جميل بيكوا ومعاكوا حبايب قلبي. يلا بقى نجهز الغدا مع بعضينا، يلا بينا عشان الولاد قربوا يجوا. حبايبي بقى نبدأ الشغل. اول حاجة الحمد لله المطبخ اهو زي ما انتوا شايفين فاضي. يعني حاسة النهاردة اليوم معايا حلو قوي كده، فاضي مفيهوش شغل كتير. تمام. مكونات بقى، مكونات الاكلة الكريمة اهي، هنشوفها مع بعضينا. اول حاجة واهم عنصر هو البصل الاخضر. ادي بصل اخضر. وطبعا من برضو العناصر المهمة ليمون وطماطم. وفي بصل هنقطعه عشان الرنجة، طماطم وبصل وفلفل اخضر. وهنفتح بقى الفسيخ والرنجة. نجيب بس الحاجات دي كده على جنب عشان ما تتزفرش. بسم الله. انا من يوم ما فتحتهم وشلتهم معاكم على الفريزر ما جيتش جنبكم. نشوف بقى الدنيا ايه. ما كنت عاملاه فيديو مشتريات. حبيبي 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 حبيبي، احلى ريحه. ولا تقولي برفان ولا كلونيا. جميله. هنفتحه مع بعض. حبيبة القلب، العشق، ساكنة جوه القلب دي. ادي الرنجة شايفين. هننضف بقى الكلام ده كله مع بعضينا. لا الفسيخ متنضف على فكرة ومخلي، هو سايبولي بس على الجلد.
الرنجة بقى هتتنضف وتتشوي مع بعضينا. هنا بقى حبيبي حطيت الطاسة على النار اهي عشان اعمل عليها الرنجة. ما بعملها على النار بتخلي ريحة البوتاجاز وحشة بتقعد كذا يوم وبتوسخه. هنا قطعت طماطم كده طبقين اهو الرنجتين. هحط الرنجة واحطهم مقطعة على الاطباق. ما قطعتش بصل عشان في بصل اخضر. علي النار يلا بقى اشتغل. كده انضف حاجة تاخدي الطاسة تغسليها. هسيبهم يستووا واوريهم لكم. كده بقى قلبت واحدة دي لسه هقلبها. لسه فتحتش، استنى عليها شوية. مش عارفة الديل مش عايز يتعرف كده بس الديل اهو بس مش هتتقشر. الريحة ايه يا سيدي يا سيدي ويا عيني ويا ليلي. هخلصها خالص واوريها لكم وانا بقشرها. هنا بقى هنقشرها مع بعضينا كده. سخنة على فكرة. انا بدأت اقشرها ونسيت اصور. القشرة بتطلع ازاي. نفصصها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت جميل. خلاص كده دي واحدة. اطلع البطروخ. هكمل بقى التانية ونتبلهم مع بعضينا. هتحرق عليهم مع بعضينا. هنا بقى نرش الخل والزيت. طبعا نحط الخل الاول عشان حطينا زيت هيبقى طبقة عازلة مش هيبان فيها طعم الخل. زيت 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 زيت. بس كده. البصل بقى بصل اخضر مش هقطع عليها بصل، هي في بصل اخضر هيتاكل جنبها. تمام. نجهز بقى الفسيخ مع بعضينا. الفسيخ اهو حطيته. حط له برده شويه خل. زيت. ليمون بقى. الليمون اهو. اللي عايز اكتر يقطع اكتر بقى. تمام كده جهزنا بقى الرنجة وادي الفسيخ. اي طبقين الرنجة وطبقين الفسيخ. لسه بقى هنقلي البطاطس. حبايب قلبي جهزت بقى كده خلاص الرنجة والفسيخ وحمرت البطاطس ونضفت البصل وقطعت الليمون والطماطم وكل المستلزمات. حواليكم بقى التحفة الفنية. تحفة تحفة تحفة. بابا شايفين
البصل هنا نضفته، ده اللي هنا البصل لوحده واللي بقيته لوحده، عشان اللي عايز ياكل ده ياكله. تمام. طبق بطاطس محمر، لزوم القعده، لزوم الشهيصه. فسيخ. تمام. وادي الرنجه، وادي كله تحت السيطره. لوحة فنية فعلا مش ناقصها حاجة، مكتملة جريمة مكتملة الأركان. لايكات بقى للجريمة دي والنبي حبايبي. طبعا بعد الليلة بقى دي كلها واللي اتعمل ده كله لازم لايكات لايكات لايكات. لا أول مرة تشوفنا فعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم بحبكم بحبكم. باي باي.